لو انت ربنا كرمك الحمد لله وجبت المجموع اللي انت نفسك فيه، فمبروك عليك الكليه. انت راجل تعبت واجتهدت، ولازم تفرح اهلك وتفرح نفسك كمان قبل اهلك. واتمنى تشد حيلك في الكليه لان الموضوع كبير شويتين في حاله انت لو هتخش كليات زي طب وهندسه طبعا. بس للاسف انا مش جاي اتكلم عنك. السلام عليكم. مش المفروض يعني الناس بتقول عليهم كده، بيقولوا عليهم الفشله اللي ما ذاكروش، اللي مش هينجحوا في حياتهم ابدا، وهيفضل طول عمره فاشل ومش هيتغير، وكلام كتير قوي محبط. لكن احب اقول لك ان المستقبل بيتعمل من الناس الفاشله دي. عايز تتاكد من اللي بقوله؟ بص شوف الناس اللي حواليك، اسال اي حد من الناس اللي ماشيه في الشارع مين هو اشهر عالم موجود في العالم، اكيد هيرد عليك ألبرت أينشتاين. مش محتاجة ذكاء يعني. لكن للأسف أينشتاين ما كانش نابغة وهو صغير، كان متخلف على حسب كلام أساتذته يعني. أينشتاين بدأ يتكلم تقريبا وهو عنده 4 سنين، اللي هو المفروض الطفل الطبيعي بيتكلم من هو عنده 9 شهور أو سنة تقريبا. أينشتاين بدأ يتعلم القراءة وهو عنده 7 سنين، لدرجة إنه اتوصف من ضمن أساتذته إنه معاق ذهنيا، يعني متخلف. وفجأة المتخلف ده بقى أشهر عالم فيزياء موجود في العالم، وحصل على نوبل في الفيزياء. ودكتور أحمد زويل اللي المفروض كان فاشل دراسيا، وفجأة بقى دكتور احمد زويل اللي احنا نعرفه. كل فشل هو اكيد بدايه لنجاحات كبيره جدا، بس لو انت اللي عايز ده فكونك فشل لا خالص، بدايه لنجاحات كتير جدا انت مش مستوعبها. ربنا ابعد عنك المكان اللي انت كنت عايز تروحه زي كليه هندسه او طب او ايا يكن، هو رايد لك خير في مكان تاني احسن. ربنا اراد ليك انك تخرج من منطقه الكومفورت زون المريضه اللي انت فيها دلوقتي دي. اتحدى نفسك، اللي واخده على الانتخه والبلاي ستيشن والقعده على القهوه وفتح الفيسبوك، نفسك مش عايزه غير كده. هتقول لي طب ما انا ايه ونفسي ايه، ما احنا الاثنين واحد. والله هو للاسف انتوا الاثنين اتنين فعلا، مش واحد خالص. كم مره كنت عايز تذاكر وما رضيتش عشان مالكش نفس، وكم مره كنت عايز تصلي بس ما رضيتش عشان خاطر انت مكسل، وكم مره كنت عايز تلعب رياضه عشان تخس بس للاسف انت مش مستحمل. لو جيت قلت لك انا هديك كتاب 300 صفحه، المطلوب منك تقرا تلت الكتاب ده اللي هو تقريبا 100 صفحه، والمطلوب منك تقرا ال 100 صفحه دول في ساعه كامله، اراهنك على كام ان بعد ربع ساعه بالظبط هتكون جبت جاز، واحتمال ما تكونش خلصت 7 صفحات اساسا. فنفسك غير خالص، انت حاجه ونفسك حاجه. اتعود دايما تتحدى نفسك، حط تحدي جديد كل يوم وجرب اشتغل عليه، تدرس كذا، تلعب كذا، اي حاجه. لانك لو ما تحددش نفسك في اي حاجه حرفيا انت هتتدمر. نفسك دايما بتتعود بالاجبار، فانت لازم تجبرها انها تعمل اللي انت عايزه. نفسك مش ماشيه بمزاجك، والا كنا كلنا دخلنا الجنه مثلا. عشان كده اتقي شر نفسك، لان نفسك هي اللي هتوديك في داهيه، ونفسك هي اللي تعتبر ودتك في داهيه زي ما بيسموها دلوقتي يعني. هو كل اللي جاي لك خير ايا يكن ايه هو. احنا كلنا ممكن نبقى ناجحين، بس لو احنا عايزين من جوانا فعلا. مفيش حاجه بتكون سهله، المذاكره ممله ورخمه بس في نفس الوقت نتائجها كويسه. فتره الكليه رخمه وانا داخل كاره المكان ده اصلا، بس لو انا ثبت نفسي فيه انا هكون حد جامد جدا. في فتره الكليه اللي هي تقريبا هتبقى 4 سنين، انت في ايدك وقت تثبت لكل شخص شمت فيك، وكل شخص قال انك فاشل في يوم من الايام تثبت له ان هو كان غلط. وكمان انت داخل على مرحله سنيه المفروض ان طلبه طب وهندسه وصيدله واعلام والكليات الكبيره دي كلها هيحسدوك عليها بالمعنى الحرفي. انا واحد صاحبي ما شاء الله عليه يعني راجل مهندس متفوق دراسيا، بيقول لي يا ابني انا والله بحسدك على كميه الوقت اللي عندك دي. عارف ليه قال لي كده؟ عشان صاحبي ده مش حابب الهندسه وحابب ان هو يشتغل في البرمجه، فللاسف ما عندوش الوقت ان هو يدرس الحاجه اللي بيحبها بضغوطات المشاريع والمواد وغيرهم من الحاجات الكتير دي. وصديق ليا المفروض انه مهندس واتخرج خلاص وشغال في الماركتنج، اللي المفروض شغلانه بتاعه طلبه تجاره اساسا. فالكليه هي مش نهايه حاجه اطلاقا، هي مجرد بدايه لحاجات كتير، يا اما سهله يا اما صعبه. يا اما هتعيش الكليه مقضيها والدنيا تبقى حلوه وبعد كده تتفاجئ انك بعد ما تتخرج في بلاوي مستنياك، يا اما تقضي وتمرمط نفسك في فتره الكليه دي وهتثبت في يوم من الايام لكل شخص شمت فيك انك عكس اللي هو قاله. فانت الاولويه ليك انت دلوقتي. اي كليه تدخلها حاول تحبها، ما عرفتش او ما قدرتش حتى تحبها شوف اي حاجه انت حابب تدرسها. النت دلوقتي مليان مئات الالاف من الكورسات. شوف ميولك بتاعت زمان كانت ايه، فاكر اول رسمه رسمتها وعجبتك، ولا فاكر اول اختراع عملته، ولا فاكر مثلا لما كنت بتقنع ابوك انك مش انت اللي شربت البيبسي اللي في الثلاجه، ولا فاكر لما كنت بتشرح وبتعمل فيها استاذ. افتكر انت كنت بتحب ايه، ولو مش فاكر خلاص جرب شوف انت شايف نفسك فين كمان 7 سنين مثلا. شكلك ايه، هدومك عامله ازاي، عندك عربيه ولا لا، متجوز، عندك بيت، ايا يكن. وابدا دور على الشغلانه اللي هتوفر لك كل ده، وابدا اتعلم الحاجات الخاصه بيها. الموضوع مش صعب اطلاقا والله، الموضوع محتاج اراده وشخص مش حابب الانتخه. الموضوع محتاج حد يعرف يرد على كل واحد شمت فيه في يوم من الايام، وبكره هيثبت لهم العكس، هيقول لهم انا الفاشل اللي اتريقتوا عليه. اهلك فقدوا الامل فيك والواد مش نافع تاني وهيخرج هيشتغل شغلانه ملهاش اي 30 لازمه وما الى ذلك. فانت يعتبر قللت سقف
التوقعات بتاع الناس دي، لكن فجاه هتصدمهم انك اشتغلت شغلانه المفروض ان في مهندس بيشتغلها اساسا. هو في ايه؟ وده هيحصل لو انت قضيت ال4 سنين دول ردم وفحم. مش هتوقعوا خالص انك انت اللي جبت 50 و60 و70 و80%. ده كان فاشل يسيبك كده. نجاح مش بالمجموع اطلاقا، بالاصرار والصبر على كلام الناس المر اللي ما بيخلصش. بكره تشوف انك هتبقى احسن من اي حد تاني وتثبت لهم عكس اللي هم كانوا فاكرينه، اللي هو كل الناس مفكره ان بتوع طب وهندسه واعلام ومش عارف ايه الحاجات دي كلها بس بيشتغلوا والباقي بيترمي في سله الزباله ما لهمش اي 30 لازمه. طب انا هدخل كليه عاديه وهبقى احسن من احسن دكتور واحسن مهندس، مش هقضي الكليه في فسح وخروجات زي ما الناس هتقضيها، وهتعب وهذاكر عشان ابقى حاجه لنفسي انا مش لحد تاني. كل اللي انا هعمله هيكون ليا مش لحد تاني غيري، وبكره هيشوف. بس كده. طبعا اعذرونا على الانفعال شويه، لكن فعلا الموضوع زاد عن حده جامد، وناس كتير قوي اتضررت نفسيا بسبب كلام اتقال وهيتقال. فمش ناقصه احباط والله خالص، القاع مزدحم بما فيه الكفايه يعني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تبقى تعمل لايك ليه، ولو انت اول مره تشوفنا وعجبك اللي احنا بنعمله انزل دوس سبسكرايب من تحت عشان ساعه ما ننزل الفيديو يجي لك على طول. سلام عليكم.